سعاد حسني كانت ناوية تكتب. أشرف مروان كان على وشك إنه يفضح أمر كبير. وائل زعتر وجوده في حد ذاته كان مهدد جهة معينة. الليثي ناصف الحقيقة إن محدش لحق يعرف إنه كان ناوي على إيه، لأن هم يمكن سبقوا. كل دول جمعتهم نهاية واحدة من نفس البرج. والغريبة إن كل ما نجم أو سياسي عربي يموت في لندن دايما في الغالب بيكون من أحد شبابيك برج ستيوارت تاور. نفس السيناريو، نفس المكان، بس الاسامي هي اللي بتتغير. والاسكوتلاند يارد دايما بيقول ان مفيش شبهه جنائيه، ويأيد الحادث على انه انتحار او قضاء وقدر. يا ترى دي صدفه ولا اسلوب؟ حكايه البرج اللي في قلب مدينه الضباب. تعالوا نشوف. العماره دي مش مجرد مبنى عادي في لندن. ستيوارت تاور برج موجود في منطقه هاديه وراقيه جدا في لندن جنب سفارات ومراكز حساسه، وده في حد ذاته يخليها موقع مثالي عشان تكون نقطة مراقبة. ده غير انها عاملة زي سلة البيض اللي حطينا فيها البيض كله. معظم سكانها الشخصيات التقيلة، سواء السياسيين او الفنانين او النجوم او المؤثرين او رجال الاعمال. عادي ممكن تكون صدفة، بس يا ترى تشابه حالات التساقط من بلكوناتها برضو صدفة، ولا في حد بيستخدم نفس الاسلوب؟ تكرار الحوادث مرة أو 2 أو 3 ممكن ما يكونش عدد، بس لما يبقى في تشابه ما بين الشخصيات وما بين توقيت وفاتهم اللي دايما بيسبقوا إن هم ناويين على حاجة، سواء كتابة مذكرات أو ظهور للإعلان أو الكلام عن شيء مهم، يخلينا نحط 100 علامة استفهام. تكرار الوفيات مع شخصيات حساسة ليها تأثير، وقبل وفاتها كانت ناوية تعمل حاجة، زي مثلا انها تنشر مذكراتها او تظهر للاعلام او تفضح امر ما. كلها عوامل جمعت اللي لاقوا حتفهم من احدى شرف برج ستيوارت تاور. ومن اللي واهم من البرج لحد النهارده وفاته لغز كبير لدرجه ان هم مش عارفين هو واقع من انهي دور. هو الليثي ناصف، احد اهم رجاله جمال عبد الناصر، يكاد يكون دراعه اليمين اللي بيثق فيه اكتر من اخوه الليثي ناصر، وهو كمان قائد الحرس الجمهوري في عهد السادات، وما أدرك بالمنصب ده في عهد أي رئيس. لقوا جثته مرمية جنب البرج. والإسكوتلاند يارد ساعتها قال إن بسبب طول ووجود ورم في المخ اختل توازنه فوقع. بس الكلام ده ما كلش مع حد، وخاصة أسرة الفقيد. أصله إزاي هيقع من البلكونة وهي البلكونة مقفولة من جوه؟ خرج ازاي للبلكونه؟ انور السادات. بص، كل رئيس للاسف بيبقى عنده رجال حضرتك للعمليات الايه يسموها عمليات القذره، اندر تيبل، زائد ان الاقطاب دول برضو ايديهم طايله، فانت ما بين الاثنين. طب ما تيجوا نشوف الملابسات اللي قبل الحادث، يمكن تفسر لنا وتقول لنا حاجه. لو رجعنا بالتاريخ لورا لوقت الازمه السياسيه اللي عملتها رجاله عبد الناصر لما تولى انور السادات الحكم، الأزمة المعروفة بمراكز القوى، ساعتها السادات طلب من الليثي ناصف إنه يقبض على رجالة عبد الناصر كلها. طب إزاي وهو ناصري؟ طبعا رفض وقال أنا مستحيل أعمل كده في أصحاب عمري، إحنا بينا عيش وملح واكلين من طبق واحد. بس ساعتها السادات أقنعه وقال له إحنا داخلين على حرب ومش عايزين جبهات بره وجوه، دولة مش في حمل انقسامات داخلية، وده مجرد إجراء سوري مؤقت لغاية ما الحرب تنتهي. لكن اتفاجئ الليثي ناصف انه بعد ما قبض عليهم اتحاكموا واتحكم عليهم بالاعدام لحد ما اتدخل السادات وخفف الحكم المؤبد. وهنا حس الليثي ان السادات خدعه فقدم استقالته، وبدل ما السادات يوافق على الاستقاله رقاه، بس نقله لوزاره الخارجيه وعينه سفير في سفارتنا في اليونان. لكن قبل ما يستلم شغله تعب، فكان لازم يعمل شويه اشاعات وفحوصات هناك في لندن. ولما سافر لندن سكن في احد الشقق اللي تابع لرئاسة الجمهورية في الدور العاشر في برج ستيوارت تاور. وفي يوم الحادث كانت معاه مراته وبنته. مراته بتقول قام يصلي الصبح عادي زي طبيعته، وقام قرأ شوية قرآن وقال لها أنا داخل الحمام. ومن بعدها لا هي ولا بنتها شافته إلا لما ظابط خبط عليها وقال لها إن جثة جوزها تحت. إمتى وإزاي ده حصل؟ مراته قالت إن أكيد في حد دخل استخبى جوه الشقة من بالليل واستغل دخول الليثي ناصف الحمام وخدره، وبعد كده رماه من البلكونه. بس الليثي ناصف ده راجل عسكري، معقوله ما فيش اي مقاومه؟ معقوله ما سمعوش اي صوت؟ معقوله هو نفسه ما انتبهش لوجود حد بايت معاه في البيت في الليله اللي قبلها؟ طب ازاي والبلكونه اصلا كانت مقفوله من جوه؟ الليثي ناصف وقع من انهي دور؟ اسره الفقيد اتهمت السادات بالتخلص منه.
طيب هسألك بقى برضه سؤال هنا، لأنه البعض يمكن أن يذهب بالأذهان. ما هو لما يقتل الليثي ناصف حاجة من اتنين، يا دول يا دول. اللي هيقتلوا الذين نجح الليثي ناصف في القبض عليهم وأنهى أحلامهم في أن يستمروا في السلطة، وهي المجموعة التي قالت أنها تمثل خط عبد الناصر وقتها، أو أنه يكون الذي قتله بعض المحسوبين على الرئيس الراحل أنور السادات. يعني الخصمان يتهمان بقتله، لأنه اختلف بعد ذلك مع الرئيس الراحل أنور السادات أو الرئيس السادات. يعني ربما تكون عنده أسباب دفعته إلى الإطاحة بأبيكي بهذا الشكل. لكن إحقاقا للحق السادات مش ده أسلوبه، لأنه لو عايز يتخلص كان اتخلص من سعد الدين الشاذلي اللي كان بيعارضه، إلى جانب أن الليثي ناصف لا عارض ولا هدد، ولما السادات عينه في منصبه الجديد كان هيستلم عمله. يعني مفيش أي مصدر تهديد من الليثي ناصف عشان يتخلصوا منه. معقول يكون بعد العمر ده كله الحادث قضاء وقدر، ولا ممكن تكون جهة اتدخلت عشان تعمل وقيعة، ولا تصفية حسابات من مراكز القوى اللي قبض عليها الليثي ناصف؟ احدهما، ايوه احدهما زي ما هي بتقول، أحدهما طبعا. ونيجي بقى للغز الأكبر، لغز وفاة السندريلا. التحقيقات قالت إنها انتحر، والحقيقة إن رواية الانتحار هي الأقرب والأسهل في التصديق، وخاصة مع ظروف السندريلا، مع ظروفها المادية والصحية والنفسية. سعاد حسني كانت في أحد المصحات النفسية وبتاخد أدوية اكتئاب، وكمان زاد وزنها واضطرت تخلع كل أسنانها وتزرعها من جديد، غير العمليات اللي صرفت عليها كل فلوسها. كمان الدولة رفعت الدعم عن علاجها، كانش قدامها قرار غير إنها تنزل تكمل علاجها في مصر، بس وهي مش في أحسن حالتها. كل ده يخلي نظرية الانتحار أكثر منطقية، خاصة مع نجمة بشعرية سعاد حسني ممكن تكون حابة تفضل في عيون جمهورها بنفس الصورة اللي حبوها عليها. لكن لما نبص على ظروف الوفاة وملابسات اللحظات الأخيرة قبل الحادث مش هنلاقيها أقل غموض من اللي كانت حوالين وفاة الليثي ناصف. المرة دي سعاد حسني في شقة صاحبتها نادية، اللي هي في حد ذاتها عليها علامات استفهام كتير، أولهم تضارب أقوال إذا كانت موجودة مع سعاد حسني وقت الحادث ولا لا. كمان الجيران بلغوا عن وجود دوشة في الشقة قبل سقوط سعاد حسني. فالمعلومات تؤكد وجود أقوال لعدد من سكان البرج الذي سقطت منه سعاد حسني، مفادها أن أصوات شجار سمعت في الشقة التي كانت تقيم بها سعاد. إنه سمعوا صريخ وسمعوا خناقة، فاتصلوا في البوليس وقالوا لهم في دوشة بالدور السادس. فيا ترى كان في حد معاه في الشقة، وهم مين وفين؟ والسؤال المنطقي، ليه يبقى في جهة أو حد عايزين يتخلصوا من سعاد حسني وهي في الظروف دي؟ التهديد اللي بتمثله ليه معقولة اللي عندها يكون أخطر من اللي قالته اعتماد خورشيد؟ لما تيجي سيرة عيلة خورشيد دايما تظهر نظريات الربط ما بين حادث وفاة عمر خورشيد وما بين سعاد حسني. خلينا نقول إن ما بين السطور سطور، وخاصة إنها كانت ناوية تكتب مذكراتها وتبيعها عشان تصرف وتكمل نفقة علاجها، وبالفعل اشترتها منها قناة عربية، وهي لجأ للصحفي عبد اللطيف المناوي اللي كان مراسل في لندن وقتها، وقعدت معاه حوالي 3 ساعات ونص عشان فجأة المشروع يقف ويحصل حادث الوفاة، وبعد سنين يبقى عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار. وده خلى الكل يسأل، في حد بلغ جهات معينة باللي سعاد حسني كانت ناوية تقوله عشان كده سكتوها؟ ده غير ملابسات الوفاة ووضعية الجثة اللي بتقول إنها اتحدفت مش رمت نفسها بسبب المسافة اللي كانت ما بين الجثة وما بين البرج، والوضعية بتاعتها إنها كانت على جنبها، في حين إنها لو كانت رمت نفسها فبقوانين الفيزياء كده هتقول إن أتقل جزء في الجسم هو اللي هيرتطم بالأرض الأول وهي الراس. ده غير البصمات اللي عليها مليون علامة استفهام، ليه ما رفعوهاش؟ وبصمات مين اللي كانت موجودة في الشقة قبل الحادث؟ كل ده ليه ما حسمش الجدل؟ لأن الموضوع كبير، ويمكن مذكرات سعاد حسني لو كانت خرجت للنور كانت هتشاور على فين الحقيقة اللي راحت معاها، أو يمكن مستخبية في الدور العاشر. اما البوليس ما رضيش يقول لي اكتر من كده خالص اطلاقا. ابني شاف الجثة في الأول، أحمد لما صرخ شفنا جثة راجل، كلنا حسبنا راجل تراك سود أزرق وهيك. أنا ساكنة هون 3 صار في حوادث قبل ما أسكن حادثة، حادث الله يرحمها سعاد حسني، وحادث وحدة أمريكية الرابع قبل ما أجيت أنا اللي هو المصري، فمشان هيك سموها برج الموت. وقبل ما نكمل في سلسلة اللي ماتوا في برج ستيوارت تاور، حابة أنوه إن لندن واحدة من العواصم المعروفة
مش بس إنها مدينة الضباب، لكنها كمان معروفة بإنها مدينة الهاربين واللاجئين ومأوى المعارضين. فهناك كان مستخبي ممدوح إسماعيل مالك عبارة السلام بعد ما هارب من مصر، وهو المتهم الأول فغرق 1000 شخص في البحر الأحمر. وكمان كان هناك أشرف السعد صاحب واحدة من أكبر شركات توظيف الأموال وأهم رجل أعمال في الثمانينات. بعد ما هرب على لندن واستقر فيها شوية اتنقل على باريس وهو عايش فيها لحد النهاردة. وكمان معروفة بأنها مدينة الموت من كتر حوادث القتل والانتحار اللي بتتم فيها، ومعظمها لشخصيات مشهورة ومعروفة، منهم اللواء علي شفيق مدير مكتب المشير عبد الحكيم عامر اللي لقوه مقتول وجنب جثته شنطة فيها $1,000,000، وساعتها قالوا ده تمن مذكراته اللي أكيد كان هيفضح فيها أسرار مصرع المشير عبد الحكيم عامر، وكأن كلمة المذكرات هي مفتاح اللغز. وكمان عمر سليمان اللي راح يتعالج في أمريكا، محطته الأخيرة كانت في لندن قبل ما يموت فجأة في توقيت حساس كنا محتاجين فيه لكلامه. نيجي بقى لأشرف مروان، رجل الأعمال المعروف صاحب قنوات ميلودي، ومش بس كده، ده صهر جمال عبد الناصر وأخطر راجل في الثمانينات. قالوا عنه إنه عميل مزدوج، وكان في زيارات رايحة جاية ما بينه وما بين الموساد. برضه لقوا جثته مرمية أسفل مبنى ستيوارت تاور، واللي اتقال وقتها إنه كان ناوي يكتب مذكراته. ما تكتبوش يا جماعة، انتوا بتكتبوا شهادة الوفاة مش بتكتبوا المذكرات. ودايما نتيجة التحقيقات مفيش شبهة جنائية، وإن الوفاة يا إما انتحار يا إما قضاء وقدر. وبرغم من كل اللي قلته، برج ستيوارت تاور في حد ذاته مش هو الحكاية. لندن نفسها عليها علامة استفهام كبير، ناس كتيرة بتسميها مقبرة النخب. فيا ترى ده ليه علاقة بأن فيها أكبر محفل ماسوني في العالم؟ لو الموضوع ده شدك اكتب لي في التعليقات، يمكن الحلقة الجاية تكون عنه. ما تنساش ان انا دوري اوصلك للحقيقة حتى لو مستخبية في مدينة الضباب في الدور العاشر.